تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. خلصت الحكاية، الدوري خلص، مفيش دوري السنة دي، خسرنا. انا من يجي شهر وانا قايل ان الدوري راح، والنهاردة بأكد على ان الدوري راح. حزن، زعل، قرف، بس والله العظيم ولا فارق معانا حاجه، وهنفضل نشجع الزمالك عادي يعني. من ساعه الحلقه اللي فاتت واللي اتكلمنا فيها عن المحترم محمد حلمي، وانا كل من واسجل حلقه يحصل جديد. من اول محاوله تقسيم تاريخ النادي الى ما قبل مرتضى منصور وما بعد مرتضى، وبعديها ان كان فيه قطب واحد والتاني بياخد على قفاه الى ان ظهر السيف والدرع، وبعدين اقاله محمد حلمي والحمد لله، وشتمت الخلوق ابن الزمالك عبد الحليم علي والمحترم احمد سليمان، وبعديها ماتش الشرقيه ولاعيبه ما عندهاش دم، وكلام اللعيبه على محمد حلمي اللي انا شايفه عيب، واخيرا المدير الفني الجديد، وبعد كام ساعه ماتش انبي. وعشان كده الحلقه هتطول شويه فاستحملون. الدوري خلص من قبل ماتش الشرقيه للي عمال يندب على الماتش ده. الدوري خلص من قبل ماتش سموحه للي برضه عمال يندب على الماتش ده. الدوري خلص يا ساده من ساعه ما الزمالك اوكل المهمه لمؤمن سليمان، واللي كان جاي الزمالك لابس توب المدرب العام، قمت انت موسع عليه التوب فخربت منه. يعني مش حاجه غريبه يعني، الزمالك انفرط عقده من بعد ما كليش مباشره. نيجي بقى للراجل اللي من يوم ما شفناه وهو بيذلنا، مره بالدوري والكاس في موسم، ومره بالانشاءات، ومره بالصفقات. احب بس اقول لك ان مفيش حد ليه فضل على الزمالك، وانك لولا الزمالك كان زمانك مجرد محامي كبير، ولو على البطولات يبقى خدها معاك البيت، ولو على الانشاءات انت ما دفعتش حاجه من جيبك، وده دورك كرئيس نادي. ومع ذلك اللي ليه طوبه في الزمالك ياخدها. الزمالك مش هيقع يا اخ، الزمالك اسمه نادي الزمالك للالعاب الرياضيه، مش نادي اجتماعي. يعني كلام المباني الاجتماعيه والجناين والحمامات ده ملوش اي 30 لازمه عندنا كمشجعين. وان الموضوع يوصل انك تغلط في النادي وتقول ان انت اللي خليته قطب تاني قدام الاهلي، فده محدش يسكت عليه. اللي ليك في الزمالك يا باشا خده واخرج منه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. الاستغناء عن محمد حلمي. الحلقة اللي فاتت اتكلمت عن محمد حلمي وقلت ان الزمالك لو بعد شهر واحد طلب حلمي مش هيتأخر. بس بعيد عن الانتماءات والكلام الجميل ده، حلمي كان لازم يمشي من فترة كبيرة، بس بشكل محترم عن كده. يعني ما ينفعش انك تلغي حفلة تكريمه وبعديها تسمح للعيبة انت كنت مانعها انها تمسك ميكروفون في اي قناة انها تطلع تقطع في الراجل بالطريقة دي. دي ملهاش غير اسم واحد، دي قلة أدب. عبد الحليم علي مدير كورة بنادي الزمالك. عبد الحليم علي يفكر في الاعتذار عن المنصب. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكورة في الزمالك. رئيس النادي بعد الاجتماع بعبد الحليم بيقول لك عبد الحليم ما كانش مرشح ومش عارف اصلا ايه اللي جابه الزمالك. وبعديها يقول لك مين عبد الحليم ده؟ عبد الحليم علي يا عم الحاج هو الهداف التاريخي للزمالك في كل البطولات، جاب للنادي بطولات اكتر من اللي حضرتك بتدعي انك جبتها. عبد الحليم علي اللي لما الزمالك قال له كفايه جاله عروض من الاهلي والاتحاد السكندري والمصري واتحاد الشرطه ورفض، وقال انه مش هيقدر يلبس غير تيشيرت الزمالك، وعمره ما زلنا انه جاب جون او بطوله. وبالمناسبه بالنسبه لاحمد سليمان بقى، اللي انا عن نفسي ومن فتره طويله وانا بمني نفسي انه ممكن في يوم من الايام يكون رئيس النادي، دلوقتي
احمد سليمان بقى حرامي وبياخد عمولات من اللعيبه. بس منين بياخد عمولات وسمسره؟ ومنين انت بعظمه لسانك قلت انه ما كانش بيعمل حاجه وانه كان بيروح يتصور مع اللعيبه بعد ما تمضي؟ الكابتن احمد سليمان ومن قبل ما يعلن رسمي انه هيترشح رئيس النادي انا اتكلمت معاه بشكل شخصي. القايمه اللي نازله مع الكابتن احمد سليمان هتكون قويه جدا، بس لغايه دلوقتي هو ما اعلنش ولا اسم، بالرغم من ان عارف اسمين، بس الحقيقه ما ينفعش بناء على كلامه ان اقول حاجه دلوقتي. عاش الزمالك. الزمالك خسر من الشرقيه برعونه واستهتار وانعدام احساس بالمسؤوليه من اللعيبه. طيب الكلام ده ازاي واللعيبه دي هي اللي فازت بالدوري والكاس ووصلت قبل نهائي كونفدراليه ونهائي ابطال افريقيا ولسه كسبانه سوبر؟ الاداره اللي وصلت اللعيبه لحاله اللامبالاه دي، والاجهزه الفنيه الفاشله بدايه من مؤمن الى حلمي هي السبب في اللي هم وصلوا له. عايز الدليل؟ ارجع معايا بالذاكره شويه. 2010 لما الزمالك وصل مركز 13 وكنا ماشيين في الشارع عاملين زي اللي بنته عملت عامله ومش قادر يرد على الناس المعايره. طيب فاكر لما الزمالك وصل له حسام ومسك الفريق؟ اتغلبنا ماتش حرس الحدود بس واكتسحنا باقي الدوري كله. طب ما هي نفس اللعيبه. مين اللي بس الروح والحماس والغيره على الفانيلا؟ الجهاز الفني. مين اللي وصل كل لاعب انه يجيب اخره في المجهود والكوره؟ الجهاز الفني. من بعد جهاز فيريرا والزمالك تايه كفريق كوره، لعيبه ممتازه وبنشتري افضل خامات موجوده في الدوري، بس مفيش فريق على راي الراجل الطاهر جديد بتاعنا ده. الجهاز الفني يا ساده عليه 99% من الحاله البدنيه والفنيه والنفسيه للعيبه. يلا ربنا يجعل اللي جاي خير. كلام شيكا وابراهيم صلاح عن حلمي بالطريقه دي قله ادب وسفاله. صحيح هو كلام مظبوط، بس مش وقته خالص. وكنت اتمنى ان اللعيبه تحط لسانها جوه بقها وتركز بس في انها تستعيد الزمالك، وخصوصا وهم كباتن الفرقه. عيب ولاد النادي يقطعوا في بعض بالشكل الغبي ده. عيب. المدير الفني البرتغالي إيناسيو أول ماتش ليه هيكون كمان كام ساعة مع إنبي، واحدة من أرخم فرق الدوري، ومع واحد من أرخم المدربين المصريين على الإطلاق. أعتقد إن البرتغالي هيعتمد في الأساس في الماتش ده على رفع الروح المعنوية وحماس اللعيبة ده، لأنه أكيد مش هيكون لحق يعمل أي حاجة إلا في كورة أو اتنين في الضربات الثابتة، ومش هتتنفذ بإتقان كمان. فوالنبي بلاش بعد الماتش وأيا كانت النتيجة فلسفة فارغة وتحليل كل واحد فيها يعمل لي فيها خالد بيومي وتامر بيومي وتامر أمين هتبوظوا الدنيا. فلو كسبنا بلاش نطلع بكلام استعادة الروح والزمالك يعود ودغدغنا الدنيا وإنبي مش عارف إيه، ولو خسرنا بلاش نقطع في الراجل. ما ينفعش نتكلم قبل 45 يوم من دلوقتي، دول اللي هم كانوا فترة التوقف ما قبل ماتش السوبر، وكان زماننا عندنا بارقة أمل في الدوري. أعتقد إن مجلس الإدارة في اجتماعه مع البرتغالي قالوا إن الدوري بعيد وإن التركيز كله هيكون في كاس مصر وأبطال أفريقيا، وده هيخلي الراجل يجرب في الدوري، والتركيز هيكون على حصد المركز الثاني للحفاظ بس على فرصة اللعب في دوري أبطال أفريقيا الموسم اللي جاي. إنه ماتشات الكاس وماتشات أفريقيا هتكون موت. ارجع واقول لكم ان الراجل ده هو الاسوأ حظا في كل المدربين الاجانب اللي جم الكام سنه اللي فاتوا، وهو الاحسن حظا في كل المدربين الاجانب اللي برضه جم في الكام سنه اللي فاتوا. ليه الاسوأ حظا؟ حضرتك لما تخش على ارض فاضيه وتبني اسهل بكتير ما تخش على بيت مدغدغ محتاج انك تهد كل اللي فيه وتبني من الاول. الزمالك وكما قال إيناسيو لعيبة مش فريق، كل لاعب في مركزه هو الأحسن، إنما كفريق على بعضيه بلح.
وعشان كده الراجل هيتعب جدا. طب ليه هو الاكثر حظا؟ هو الاكثر حظا لان كل ما هو ليه علاقه بالزمالك، من مجلس اداره لاعضاء جمعيه عموميه لجمهور، عارف اللي الفرقه فيه، ولذلك كله هيصبر عليه، وان كنت مقلق من صاحب القرار. اخر كلامنا، مفيش حد تاني ليه فضل على الزمالك، والزمالك ليه الفضل على الكل. اظن كلامي واضح. اخيرا اعلن تأييدي الكامل للكابتن احمد سليمان للترشح رئيس للنادي، وان شاء الله ان شاء الله يفوز بيها ونخلص من الجعجعه. الكاف بيقول ان الزمالك لم يتقدم بمستند واحد او اي شكوى بشأن نادي القرن. هاني ابو ريده بيقول لك ان رئيس الزمالك كان عارف ان ماتش مصر المقاصه مش هيتعاد، وان الزمالك لو كان صدق في تهديده بالانسحاب كان هيطبق عليه اللائحه. امال فين السيف والدرع؟ جعجعه على الفاضي والله. تعيين محمد صلاح واقالته بعد يومين. الزمالك معمول له سحر اسود عن طريق احمد سليمان وممدوح عباس. يا نهار اسود، هو في كوميديا كده؟ وعشان كده انا بجد والله بقول احمد سليمان عاش الزمالك. نهاية الحلقة، واسف لو طولت عليكم، بس الزمالك دايما مليان بالاحداث. اقابلكم الحلقة الجاية، وما تنسوناش في اللايك والشير، واشتركوا معنا في القناة، وابقوا تابعونا على الفيسبوك على هاشتاج خواطر زملكاوي. مستني ارائكم واقتراحاتكم. نتقابل الاسبوع الجاي.